عايز تعرف ازاي تدمر تسويقك؟ لو حابب تشوف كل جهودك التسويقية بتروح في الهوا، ركز معايا في الكلام ده. هقولك على الحاجات اللي هتخليك تفشل في تسويق منتجك او خدمتك بسرعة. تابع معايا للنهاية. تعمل اعلانات وتسويق من غير ما تعرف مين اللي بتستهدفه وتوصل لناس مش مهتمة اصلا. تاني حاجة، لو رسالتك غير واضحة، تتكلم بشكل معقد وتستخدم كلمات كبيرة والجمهور مش فاهم انت عايز تقول ايه. تالت حاجة، لو بتتجاهل السوشيال ميديا، مش مهم تكون موجود على الفيسبوك او انستجرام او تويتر وتسيب جمهورك هناك من غير ما تتواصل معاه. رابع حاجة، لو مش بتتابع التحليلات، تعمل حملات تسويقية من غير ما تتابع النتائج وما تعدلش خطتك على اساس البيانات. خامس حاجة، لو مش بتتفاعل مع الجمهور، الناس بتسألك وبتعلق وانت مش بترد عليهم ولا بتتفاعل مع مشاكلهم. سادس حاجة، لو مش بتستخدم محتوى جذاب، محتوى ممل ومش جذاب والجمهور مش مهتم انه يشوفه او يتفاعل معاه. سابع حاجة، لو ما عندكش استراتيجية محتوى، تنشر بشكل عشوائي ومن غير خطة والجمهور مش عارف امتى يشوف منك جديد. تامن حاجة، لو بتعتمد على قناة واحدة فقط، تركز على قناة تسويقية واحدة وتسيب باقي القنوات اللي ممكن تجيب لك جمهور أكبر. تاسع حاجة، لو مش بتعمل عروض أو خصومات، تسيب الأسعار ثابتة من غير أي عروض تجذب الجمهور وتفوت الفرصة إنك تشد الناس ليك. وآخر حاجة، لو بتنسى أهمية ال SEO، ما تحاولش تطلع في نتائج البحث وسيب الناس تدور عليك وما تلاقيكش. عايز تدمر تسويقك بسرعة؟ ركز على الحاجات دي، بس لو عايز تنجح في تسويق منتجك أو خدمتك، اتجنبهم واشتغل على تحسين كل نقطة فيهم. ما تفوتش الفرصة واشتري كتاب القذف السريع للنجاح المالي والشخصي عشان تقدر تنجح في تسويقك ومبيعاتك. نسخة PDF أونلاين تتبعت على الواتساب، تقدر تشتريها من أي مكان في العالم.